قولوا آمين. اللهم في هذه الجمعة يا رب، اللهم نسألك أرح قلوبنا من كل ضيق، وارزقنا السلامة من كل سوء. اللهم اجعل هذه الجمعة فرحة لكل صابر، وفرجا لكل مهموم، وشفاء لكل مريض، ورحمة لكل ميت، ودعوة مستجابة لا ترد يا الله. يا صباح العسل، يا صباح الجمال، يا صباح كل حاجة حلوة. طبعا الفيديو ده نزل لكم يوم الجمعة. طبعا جمعة مباركة عليكم وعلى كل حبايبكم يا رب، ويا رب تكون جمعة سعيدة علينا وعليكم يا رب. كل اللي في نفسه حاجة يحققها، ويا رب ربنا كده يحقق لنا أمنياتنا كلنا يا رب، ويا رب يفرح قلبنا إن شاء الله جميعا إن شاء الله بإذن الله. طبعا يا اخواتي انا هنا بقى خلاص بعد العيد بقى تقريبا كده يعني ب5 ايام بالظبط. قلت بدأ يعني الدنيا حر، قلت بقى لازم اشيل كل العفش بتاع الشقه دوت اللي هو الفرش يعني. تمام. طبعا ربنا يخلي له حبيبي بقى. بص له حبيبي عمال بيخلص معايا الشقه وبيروقها معايا، هي واخته، هو واخته قصدي. يا رب كده ربنا يرزقكم يا رب بالذريه الصالحه ان شاء الله باذن الله، ويا رب اللي متجوزش يتجوز ان شاء الله، واللي ما خلفش يا رب يا رب الهي يا رب بحق جاه النبي ان شاء الله يتجوز ويخلف ويجيب ذريه صالحه باذن الله. وربنا ان شاء الله يرزقكم كده بزوجة صالحة إن شاء الله بإذن الله. ويا رب يزوج بزوج صالح بإذن الله. إلهي يا رب يفرح قلبك ويطمن قلبك إن شاء الله يا رب يا رب، بحق الأيام المفترجة وبحق يوم الجمعة الجميل اللي كله أدعية ودعوات حلوة إن شاء الله بإذن الله، تكون من حدك ومستجابك يعني، تكون من حدك ومن نصيبك. معلش يا اخواتي بقى، انا دلوقتي يعني الواحد طبعا بينسى كلام، لاني والله بجد انا مش مصدقه نفسي ازاي انا عملت الفيديو ده. ما كنتش متصوره ان انا اعمل بسين في الشقه اصلا. طبعا عيالي بقى عمالين يقولوا لي يا ماما احنا عايزين نروح بسين، يا ماما عايزين نروح بسين، يا ماما احنا طبعا قلت لهم يا اولاد بصوا احنا لو رحنا بسين الواحد معهوش اصلا يعني، بابا معهوش وكده، استنوا شويه. قال لي يا ماما طب عايزين نروح مصيف، قلت له يا حبيبي احنا ما بنروحش مصيف. فقال لي طب يا ماما هنعمل ايه طيب يا ماما في الحر ده؟ قلت له ولا تزعل ولا يهمك، هعمل لك احلى بسين عندي في البيت. والله يا اخواتي بجد ما كنتش متصوره اللي المنظر يبقى كده في الاخر، بس الحمد لله. خليكم معانا خليكم معانا للاخر وهتشوفوا الاخر ايه احلى بسين عامل ازاي بجد والله الحمد لله يعني. طبعا العيال او الاطفال طبعا احباب الله يعني ملهمش ذنب ملهمش ذنب طبعا، اللي فيه ظروف وفيه ضغوطات ان لا والله يعني الحمد لله على كل اللي يجيب ربنا. طبعا يعني اكيد اي واحدة اكيد بتشتغل عشان تساعد مثلا في البيت، مثلا شايفة ان في حاجات كتير بتبقى مثلا ناقصة وكده، فعايزة مثلا اللي هي تساعد، يمكن ربنا يوسعها عليهم يا رب يا رب حقيقة النبي ان شاء الله. ويعني ربنا يوسعها علينا وعليكم كده ان شاء الله. فيا ريت بقى كده لو يعني وصل لكم او شفتوا الفيديو ده يا ريت يا ريت كده تشتركوا عندي في القناة وتقولوا لي كده كومنت حلو كده، تعليق كده حلو منكم، وتنسوش اللايك وما تنسوش بقى زرار الجرس عشان يوصل لكم كل جديد مني ان شاء الله. مهم يا اخواتي بقى، ايه يا كتكوت مالك انت متضايق ليه؟ الدنيا حر؟ كنت عايز تنزل بسين انت كمان؟ والله بجد انا مش متصوره اللي انا عملته امبارح، بس الحمد لله يعني الحمد لله. بس خلاص انا يعني قلت لهم لان هم طبعا عايزين يعملوها كتير وكده. قلت لهم بصوا كل خميس هعمل معاكم كده، يعني كل خميس لازم اعمل لكم البسين ده في البيت عندي هنا. قالوا لي خلاص ماشي يا ماما، وكلهم وافقوا والله يا اخواتي وكنا فرحانين جدا بيه. طبعا هنا خلاص بقى مسحت طبعا الشقه، لاني طبعا خرجنا طبعا من العيد وكده، وكانت فيه طبعا ضيوف وكده، فالله اعلم بقى يكون في حاجه مرميه هنا، اكل وقع من حد مثلا، مهما كان ما تنضفي اكيد في اكل وقع وكده يعني. ورا مثلا الكراسي بتاعت التسريق اللي اسمه دوت مش السفرة، انا بعت السفرة يا اخواتي والله بعت السفرة والنيش والحمد لله يعني. ان شاء الله ربنا يسهل لنا ان شاء الله ونبقى نجيب احسن منهم ان شاء الله.
اسمه دوت ورا الصالون وكده. فممكن يكون في اكل مثلا وقع طبعا من الضيوف اللي كانت موجوده، في عيال وكده، فالحمد لله يعني. فالمهم يا اخواتي، انا كده خلاص بقى طلعت السجاد ونفضته، وطبعا بمسح هنا اوضه السفره وكده، اوضه الصالون قصدي. وبعد كده بقى خلاص الصلاه. بص حتى عندي بنتي فرحانه جدا، بتعمل تقول لي يا ماما كل شويه هتعملي لي بسين يا ماما، اقول لها اه هعملك بسين، بس اسمعوا الكلام عشان اعمل لكم البسين اللي انتوا عايزينه. والله يا اخواتي رغم ازازه الصابون خلصت، بس الحمد لله الحمد لله يعني. اللي هم اتبسطوا كويس، اللي هم اتبسطوا، مش كل شويه ايه يزعلوني، يا ماما عايزين نروح، يا ماما مش عارفه ايه. فالحمد لله يعني. فمهم طبعا انا هنا خلاص بقى مسحت هنا الاوضه، ودخلت تاني الكراسي هنا تمام، علشان برضو ايه انا مش هفرش تاني السجاده تكون كبيره قوي تحت الكراسي. حمك الله يا روحي، حمك الله. واحطها تحت البوفيه، لان طبعا انا مش عايزه احطها، لاني طبعا لو يا ماما تعالى قرب تعالى. البسين بتقول ايه؟ امتى بقى؟ لما بابا يجي عشان مش هتقدري تشيليه. مش هقدر اشيل البوفيه. اه ايوه عشان السجاده. اه ايوه شفتوا يا اخواتي، هو بيقول لي عشان انا البوفيه اللي جوه في اوضه الصالون ده تقيل جدا داهيه، فما كنتش عارفه اشيله والله يا اخواتي، وكانت السجاده تحتيه. قلت لهم هنستنى بابا لحد ما هو يجي اللي يشيله. طبعا شايفين بقى هنا انا اول ما دلقت هنا الميه بصابون، شايفين عاملين زي الابراز قاعدين، بص بورس قاعد بيجري هو واخته بيزحلقوا. يا خرابي عليا. طبعا بدلق عليهم ميه. طبعا يا اخواتي اللي يقول لي الميه دي ساقعه، لا الميه كانت دافيه شويه مش ساقعه ولا حاجه، وكانت الدنيا حر اصلا. فبص هو عمال يعمل ازاي، عامل زي الضفدع والله. احنا اللي بنعتز بنه ليه؟ الحمد لله. يرحمك الله. شايفين بقى انا يا خرابي والله العظيم يا اخواتي، في صابون في الارض وفي ميه، ولكن هما بصوا شايفين عاملين ازاي. بصي كل شويه خلاص يا ابني يلا يا ابني بقى يلا، ده انا قاعده كتير، ده انا كده مسرعه الفيديو كمان. خلاص يا ابني يلا بقى يلا يا بنتي. اقوم ده دي تقعد اقوم. بص شايفين هما الاتنين، ما انا عايزه اخلص خلاص زهقت، واخوهم بيعيط وعايزه الحق اخلص، كل شويه اروح لاخوهم واجي لهم تاني. بص دلقت عليهم ميه برضو مفيش خالص خالص. آه شايفين هنا المنظر. طبعا هنا كانت كمية صابون كتير قوي، شايفين نفسكم عاملين ازاي. خلاص زهقت بقى، قعدت بقى حطيت ايدي على خدي وقلت خلاص يعني خلاص فاض بيا بقى، اللي انا يا ابني قوم يا بنتي قومي مفيش. قلت لهم طب خلاص براحتكم هتقوموا تعملوها انتوا يعني. بص اللي عماله بتعصر في هدومها دي، في شويه كده انا كمان بقيت زي الهبله معاهم، عماله بلعب معاهم الكوره. شايفين عادي بقى، ما انا عايزه اعرفهم بقى اللي احنا في بسين بقى وفي مصيف، فاحلى مصيف عندنا في الشقه يا جماعه والله. شايفين خلاص بقى، قلت لهم خلاص. بص ده جميل كور كمان، ده جابوا كور تاني، ده كانوا مش عايزين يبطلوا، ده كانوا عايزين يفضلوا كده لحد تاني يوم عادي مش مهم. طبعا فرحانين. شايفين نفسك، شايفه نفسك هنا اهو. فين دول ده؟ انا سمعي الصوت يا ماما زي الفيديو. صوتها زي الفيران عشان مسرعه الفيديو. طيب وانت فين؟ انت فينك اهو، فينك انت؟ اه ده مين ده؟ ده لولو. ايه ده؟ فين دول ده؟ زي لا انا بعملت الرقاط اللي انت بتعمليها بالصابون. بتشيلي الصابون وانا ببهدلها بالصابون. اهو شايفين يا اخواتي، بيقول لي بتشيلي الصابون وانا ببهدلها تاني بالصابون. ايوه هم عشان ميه الصابون وهي بترقع وادخلها تاني جوه. اهو شفتي. ماما ودخلت الصابون. شايفين الزقردة عملت ايه، حطت تاني صابون وراحت وقع. المشكله اللي هي وقعت اول ما دست عليه وقعت، اللي حفر حفره الاخير وقع هو فيه. ماما لان كانت كميه نعم. ايه يا ماما بصي في بالله. بص بتعصر هدومها من الصابون. شايفين